فقيصر ايامك اللي جايه سودا، وبسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك من نفسك يا قيصر وبشويشه. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. طبعا يا جدعان انا عايزكم تركزوا معانا كويس جدا في الفيديو بتاع النهارده، لان الفيديو ده بيبقى فيديو خفيف على القلب كده، فيديو مختلف بيجي كل فين وفين. يعني اول حاجه لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب للقناه واعملوا لايك للفيديو ده عشان خلاص داخلين على 300,000 اخ واخت. ويا جدعان لينك قناتنا الثانيه تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت برده داخلين على 500,000 اخ واخت. يعني خلاص هنقربنا على المليون، وباذن الله باذن الله والله يعني باذن الله السنه دي مش هتخلص غير واحنا مليون مشترك باذن الله. فعايزكم معانا وتدعمونا باللايك الجميل وتعملوا لنا اشتراك وكومنت حلو كده عشان بنقرا كل الكومنتات. ويا جدعان من اول الفيديو ده اي حد هيكتب كومنت هنرد على الكومنتات كلها، مش هنسيب كومنت كده مش هنرد عليه. طبعا يا جدعان انا بقول لكم الفيديو ده خفيف على قلبي ليه؟ لان الفيديو ده بيجي كل فين وفين. طبعا يا جدعان انتوا عارفين ان ابويا حبيب قلبي مسافر في السعوديه، وباذن الله النهارده مصر كلها هتنور. طبعا يا جدعان ابويا حبيب قلبي شجعنا كتير ودايما بيدعمنا، وهو السبب من بعد ربنا في اللي احنا فيه. هو وامي طبعا ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي وما يحرمناش منكم. وطبعا يا جدعان المفروض ان احنا كمان ساعه بالظبط هنبتدي نتحرك من هنا ونطلع على مطار القاهره الدولي. المفروض يا جدعان احنا عاملين لكم شويه جوائز كده، نبسطكم زي ما انتم بتبسطونا. الناس اللي بتعمل لايك اخواتي وحبايب قلبي، الناس اللي بتعمل اشتراك في القناه دول بقى دي روح قلبي من جوه. الناس اللي بتعمل لايك والاتنين مع بعض لايك واشتراك. فطبعا يا جدعان المفروض ان احنا عاملين لكم شويه جوائز. المفروض باذن الله اول ما نتم 300,000 على القناه دي باذن الله ايفون 15 برو ماكس 1000 تيرا 1 تيرا اللي هو يعني مساحته كبيره. صور للناس بقى اللي بتحب المساحه والحاجات دي، يعني هنبسطكم وهندلعكم اول ما نتم 300,000. وباذن الله برضه عشان نبسط كل الناس بعد ال 300,000 و 400,000 هنعمل لكم حاجه اكبر، مسابقه على عربيه على طياره. لا مش طياره، مش للدرجه دي يعني. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي هنطلع على مطار القاهره الدولي. وطبعا يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي في الطريق ومعانا الحوض. يا جدعان السواق رقم 1 نمبر 1. انا جايب الحص ده عشان اللهم صل على النبي حافظ الطريق. ومعانا تاني واحد عم حامد انت نايم ولا ايه؟ هتصحصح كده يا عم حامد وعلى بيسو. طبعا يا جدعان المفروض اخص احنا قدامنا كده نص ساعه. اللهم صل على النبي الحس هياخدهم من نص ساعه دي في 5 دقايق وهنكون في المطار. طبعا يا جدعان لو انتم بتتفرجوا مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب للقناه واعملوا لايك عشان خلاص داخلين على 300,000. بس على الناس طيب عيب ونقول كل سنه وانتم طيبين عشان العيد بقى. بس انا عم حبيب داس العسل طبعا يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي بقى خلاص فاضل لنا نص ساعه وندخل على المطار. هندخل المطار هنصور بقى عشان نشوف الفيلم عشان وحشني والله العظيم ابويا وحبيب قلبي. يلا بينا. هي دي صلاة واحد يا عم حمد؟ صلاة واحد. ايوه دي صلاة واحد. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا جينا قدام المطار اهو زي ما انتم شايفين، والناس كلها يعني الناس دي كلها كانت مسافره. الحمد لله على سلامه كل الناس، ودلوقتي احنا في انتظار بابا. الحمد لله على السلامه يا حبيب قلبي وربنا يخليك ليا وما تحرمش منك، وبحبك برضه يا ماما. اي لاف يو بابا. وباذن الله عايزكم تنتظروا مقالب طرش في البوب باذن الله، بس يجي كده ويستريح وياخد نفسه وهتشوفوا مقالب 13 دلوقتي. لو انتوا مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اعملوا سبسكرايب ولايك عشان داخلين على 300,000 دلوقتي في انتظار البوم. يا جدعان المفروض ان احنا قابلنا اطفال عسليات بيتفرجوا على فيديوهاتنا. تعالوا كلكم بقى.
بيحبونا وبيتفرجوا على الفيديوهات كلها. ربي بقى وجه للناس بقى فيديو انت دلوقتي على اليوتيوب، وجه للناس كلمه كده اللي هم عملوا لايك اخواتي. تعالى انت اللي عملوا لايك احلى جوري في الدنيا. تعالى ناسا ومعانا يا جدعان باباهم العسليه الراجل المحترم يا عمنا. يا جدعان اخواتي انتوا مستنيين مين بقى؟ ابوه ربنا يرجع لهم بالسلامه ان شاء الله. عم بقالنا يجي حوالي تلت ساعه واقفين ولسه ما طلعش. يعني المفروض اصلا ان بابا يوصل من الصبح يا جدعان، الطياره اتاجلت ب 12 ساعه. المفروض يا جدعان ان هو كان يوصل من الساعه باين 11 او 12 الظهر. فيا جدعان مش عارف ايه اللي اخره كده يطلع وانا بابا اشتري على نعمه. يا جدعان انا متحمس قوي قوي، ده احلى فيديو انا بعمله في حياتي عشان هشوف بابا النهارده. طبعا يا جدعان لسه ما طلعش، ادينا منتظرينه على نعمه. انا متحمس قوي. المهم الحمد لله على السلامه يا روح قلبي. بابا امسك يا بيس روح قلبي. زق يا ابني يلا لابس للظلم. طبعا يا جدعان انا عايزكم تركزوا معانا كويس جدا في الفيديو ده. المفروض يا جدعان ان احنا كنا خلاص في المطار وبابا جه من السعوديه ورحنا عشان نستقبله، وقلنا خلاص القيصر ربنا هداه واحنا كمان ربنا هدانا، وقلنا خلاص مفيش مشاكل واحنا في شهر مفترج ومش عايزين وش ولا عايزين قرف ونعمل التحديات والمقالب اللي انتوا بتحبوها. يفاجئ ان القيصر طول شهر رمضان يكون في الفيلا عند عمر شار، وهو اللي عامل الموضوع ده المخلوق المرعب والجو ده وعمال يرازينا وعامل نفسه عفريت. وطبعا يا جدعان ودخل خد الدرع بتاعه اللي كان عند عمر شاور. طب دي يا عم هنعديها لك ان الدرع ده بتاعك، بس احنا كنا يعني بنعلمك الادب، بنديهولك بعذاب، بس كده كده كنا هنديهولك. اصل احنا يا قيصر مش محتاجين دروع، روح هات الدرع يا ابني. احنا كده كده مش محتاجين دروع. احنا اللهم صل على النبي عمر شواريته اكتر يوتيوبر معاه دروع في الشرق الاوسط. بص يا قيصر انت اخرك تغفل من الظهر، ما تعرفش تجيلنا وش لوش عشان لو جيت وش لوش هموتنا. مش دي المشكله يا قيصر، لو جيت وش لوش اهو مش دي المشكله. اهو يا قيصر في واحد كمان جاي الاسبوع اهو يا قيصر اهو. فعادي يا قيصر يعني اللهم صل على النبي، مش وش ربنا دروع يكتر احنا منه. ابو القيصير. فطبعا يا جدعان اتقل بس على نفسك بقى واستقبل الايام الجايه على الله يحفظك. طبعا يا جدعان مش دي المشكله. المفروض ان القيصر شال السكن اللي على العربيه بتاعت عمر شاور الجديده. يا جدعان السكن ده غالي، الناس اللي بتفهم 7 مليون جنيه مفتري، الناس اللي بوظتها وبعد ما تعب وكتب اسامي الشاورجيه تروح تشيلهم. يعني كده يا جدعان مش مقدر الشاورجيه اللي بيتفرجوا. الناس اللي بتفهم في العربيات عارفه ان السكن ده بيبقى غالي. وبعدين يا جدعان عمر شاور كان عامل السكن ده وبيكتب اسامي المتابعين، بيفرح الشاورجيه كمان سكوترات وايفونات وفلوس. عمر شاور بيفتح لايف على ابلكيشن كيك بيوزع فلوس وسكوترات، فاللي مش عنده يروح يعمل له فولو وهتكسبوا فلوس وجوائز الساعه 10 لحد الصبح. طبعا يا جدعان مش دي المشكله. المشكله ان هو شال السكن بتاع العربيه. فقيصر انت لو قاصد الانتحار وربنا ما هتعمل كده، وربنا هيكونش هموتك يا جدعان. القيصر لو قاصد ينتحر والله ما هيعمل اللي هو بيعمله ده. طبعا قيصر ما تفكرش ان احنا ايه مش قادرين عليك. انت دخلت الفيلا يا ابني ثانيه، انت مستوعب اللي انت قدامهم؟ فنانيس يا عم، فنانيس صغير فنانيس عايز صغير. طب ما تخطفني انا قطازه ربطته قيصر احنا بقى هنكلبشه. اخطفني انا، اخطف ده، اخطف اي حد من لو جبنا القيصر هنعمل فيه ايه؟ احنا ممكن نربطه ونمده على رجله نعلمه الادب. ما ينفعش ان القيصر بيعمله والله ده. يا قيصر انا لو طولتك لمد على يا جدعان ولع فيا برضو يا جدعان في قلب الفيديو اما كنا باعت لنا لوكيشن وكان عامل عفريت وتولع فيا برضو. عندي سؤال فلاش باك للناس اللي ما شافتش اللقطه دي. ولع غلط ولع غلط. سنة يا جدعان دلوقتي عندي سؤال. إيه؟ هو كان بيولع النار دي ازاي؟ ممكن يكون جايب بنزين وحاجات من دي. يا عم بنزين او تنر او اي حاجه من الحاجات دي هو هيغلب يعني. بس يا جدعان هو انت ما تفكرش كده ان انت عملت لقطه. والنور الاحمر ده كان اضاءه.
بتبقى ليدات حمراء يا اسطى. بتبقى ليدات ابن ايه يا ومتركبة. قيصر، يا وربنا يا جدعان. قيصر ما هنحلك. يا جدعان المشكله مش في كده، المشكله ان هو يعني بيقول انا دخلت الفيلا وعمال بيقول الشهر عمال ارازيك طول شهر رمضان. يا ابني عايزين نشوفك وش لوش كده، ما تكونش متنكر، ما تكونش لابس حاجه. وبعدين كان بيروح اصلا وعمر شهر في طنطا، فاهم؟ كان بيروح يعمل كده وعمر شهر في كان طنطا. اغلبيه وقتك يا ابني واحنا في طنطا مش عارفين حاجه. بص يا حبيب قلبي، انت عايز تعمل علينا لقطه، اقف قدامنا كده وش لوش. بص وربنا هسقف لك كده اهو. فقيصر ايامك اللي جايه سودا، وبسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك من نفسك يا قيصر وبشويشه.